السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة مهمة جدا لمنتخب مصر. يمكن ما اتكلمتش ما عملتش فيديو عن المباراة الأولانية، مباراة نيوزيلندا. بس أنا شايف بصراحة المنتخب شكل تاني مع كابتن حسام حسن. المباراة النهاردة تقيلة، فرقة كبيرة، بصراحة بيعملوا كل حاجة في الكورة. يمكن بدأت هدف لينا في الدقيقة 6 من كرة ثابتة، عمل الجملة، حطها واحدة تريزيجيه ثم ردت من الجون. حمدي عمل بالعرض، ربيع بطن رجله جون. هدف أول لمنتخب مصر. ثم هجمة مرتدة، مصطفى محمد شالها من فوق الجون، حطها جميلة تصطدم بالعارضة. يمكن لو كانت جت الهدف الثاني يعني ما كانش الشكل هيبقى يعني ايه، او ما كانتش النتيجة ممكن تبقى كده، كانت هتتغير. هدف لكرواتيا عالمي، الراجل 13 ده لعيب كويس، دخل وحط وش رجله. هدف اول التعادل في الدقيقه 21. يمكن انا كاتب من بدري، من بعد الهدف الاولاني كان في كورتين اتعملوا بالعرض ويجي كورتين ثلاثه ثوابت. انا كتبت عندنا مشاكل دفاعيه في التمركز. منتخب مصر عنده مشاكل دفاعيه في التمركز، اذا كان كرات ثابته او متحركه، ما بنقفش صح، وحاجات بسيطه كابتن حسام هيشتغل عليها ان شاء الله وتتظبط. ثم هدف تاني منتخب كرواتيا من كره ثابته، تمركز خاطئ، هدف تاني. ثم الهدف الثالث من كره ثابته، تمركز خاطئ من ضربه راسيه. ثم الهدف الرابع بقى هدف عالمي من الراجل رقم 7، استلم وحط وش رجله. وهدف رابع يعني قرب النتيجه شويه، خلي شكلها كويس، 4-2 افضل من 4-1. بس انا شايف وتنتهي المباراه 4-2. بس انا شايف ان منتخبنا روح جديده، دم جديد. وبدا كابتن حسام بقى بعد الهدف الرابع، بدا كابتن حسام يجرب الناس، يشوف مصطفى شلبي، مصطفى الشامي، مصطفى فتحي، بعض الناس زي ما بيقولوا كده. قال لك ايه، كده كده المباراه انا مش هكسب، يبقى استفيد ان انا ابص على اكبر عدد من اللاعبين. بس المنتخب مع كابتن حسام، يمكن انا اتكلمت من فتره كبيره، من يجي 10 شهور كده، قلت كابتن حسام يمكن فنياته مش عاليه قوي، بس الراجل عنده حاجات كتير يقدر يديها للمنتخب. محدش يقدر يعمل عليه نجم، يقدر يسيطر على الفرقه. بينقل روحه هو وكابتن ابراهيم للاعبين في الملعب. فانا شايف ان احنا استفدنا. اخطاء بانت، يمكن لو المباراه مش مع كرواتيا، مع فرقه ثانيه، يمكن في اخطاء ما كانتش ظهرت، اخطاء ظهرت. فباذن الله الفتره الجايه نشتغل عليها قبل مباراتين تصفيات كاس العالم، ونشوف المنتخب بتاعنا افضل من كده بكتير مع حسام حسن. السلام عليكم.